دول أسوأ 5 قنوات يوتيوبية أنا ما بحبش أتابعهم وأنصحك ما تتابعهمش. أول قناة وهي قنوات الأطفال، وأنا ما أقصدش القنوات اللي بتعمل محتوى للأطفال، أنا قصدي القنوات اللي بتعمل للأطفال محتوى. عاوزة الألعاب دي كلها تتلم والسنة تبقى فايلة. لا طبعا دي شغلتك انت. طفل بريء ملوش اي فكره عن العالم وما عندوش اي خلفيه عن العالم، يجيبوا شويه اطفال كده حواليه وشويه لعب، يلا يا حماده نعمل كده وغني بقى اغنيه بقى هديك في السقف تفحر قد وارفع. عملوا محتوى، انا ما بحبش المحتوى ده نهائي. اكتر محتوى مستفز ان انت تعمل من طفلك محتوى يجيب لك مشاهدات، والفيديوهات دي بتجيب مشاهدات كتير قوي عشان الناس بتحب الاطفال، بتحب تتفرج على الاطفال. معرفش حاجه حلوه ولا لا، معرفش حاجه كويسه ولا لا، بس ما رجحش ان انت تعمل من طفلك محتوى. يعني انا ما احبش ان انت قاعد رامي عيالك كده في الارض بقى، قاعد بقى عامل اضاءات بقى وجايب شويه لعب وشويه كتاكيت بقى ملونه ومسك الكتاكيت في العصر قاعد مش عارف. بس انا ما بحبش المحتويات دي، ما بتجيش معايا سكه. ما تعملش من طفلك محتوى عشان تجيب مشاهدات وفلوس. ممكن تعمل محتوى كويس لطفلك، مش تعمل محتوى من طفلك، يعني الفرق كبير. ممكن تطلع طفلك وهو بيسوق عجله تقعد تهزر معاه وتعمل شويه ذكريات وشويه بلوكات تطلعها على اليوتيوب، مع ان برضه ما برجحش انت تطلع عيلتك على اليوتيوب او اي حد من افراد عيلتك على اليوتيوب، ما بحبش كده. بس مفيش مانع ان انت ممكن تعمل حاجه زي كده عادي. انا ممكن في يوم من الايام اطلع اخويا عادي معايا في الفيديو، اخويا الصغير بتاع، بس ما اطلعوش اعمل منه محتوى، اطلعه معايا في محتوى، اطلعه اهزر معاه اتكلم معاه، لكن ما اعملش منه محتوى. فانا ما بحبش القنوات دي، والقنوات دي بتستفزني جدا. تاني قناه بتاعت الكوريين والصينيين اللي بيقعدوا ياكلوا باصوات كده، بقرف جدا من الفيديوهات دي. ما اعرفش الفيديوهات دي بتجيب ملايين 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 المشاهدات، انا مش مستفاد منك حاجه. انا سامع صوت حنجرتك وهي بتطحن الاكل جوه في مفرمه، انا مش مستفاد حاجه من الفيديو. انا اصلا ما اعرفش بتاكل ايه، يعني شويه تلاقيها بتاكل صراصير، شويه تلاقيها بتشرب ميه فيها بلي وبتاع وحاجات غريبه. قنوات مالهاش اي 60 فايده، مالهاش اي افاده. ما اعرفش القنوات دي ليه بتتشاع عالي قوي كده، بس انا ما بحبش القنوات دي وما رجحكش انك تتفرج على قناه من القنوات ديت، علشان انت مش هتستفاد بحاجه وهتضيع وقتك على الفاضي، الا لو انت قاعد فاضي وتافه وما بتعملش اي حاجه فاتفرج اتفضل على القنوات دي. وما اعرفش ليه بيقولوا ان القنوات دي مريحه نفسيا، انا مش عارف. انا ما شفتش حاجه مريحه نفسيا اكتر من صوتي تقريبا. انا مش عارف ليه بيقولوا اصلا عن الحاجات دي مريحه نفسيا. انا بكون متعصب ولا حاجه، ما ارتاحش نفسيا ولا حاجه. بالعكس انا اصلا القنوات دي بتستفزني، اللي هو شمان اقفل بقى، يعني احترم الاكل يا وليه في ايه. تالت قناه، انا عارف ان الموضوع ده غريب شويه عليك او ما كنتش متوقع ان انا حاجه زي كده، وهي قنوات الطبخ. بس انا مش قصدي قنوات الطبخ اللي بتعلمك تطبخ، انا قصدي قنوات الطبخ اللي بتطبخ جلاليب. اكيد انتوا فهمتوا انا قصدي على انهي قنوات. انا عايز اعمل طبق كشري، ما بجيبش الكشري ليه وهو بيتعمل. يعني انا الكاميرا بتبقى مثلا محطوطه زي ما انا حاططها كده اهو، وهنا ده هنفترض ان ده طبق كشري. شات جي بي تي، لا مش شات جي بي تي، هنفترض ان ده طبق كشري، فانا المفروض اجيب الكاميرا دي كده عشان اوريكم انا بعمل طبق كشري. ليه اعمل طبق كشري كده؟ ده مش طبق كشري، انت بتطبخي جلاليب، ده مش طبق كشري ده. اظن انتوا فهمتوا قصدي. القنوات دي انا بكرهها، وفي القنوات دي جايبه ملايين مشتركين، في مليون واحد تافه بيتفرج على شويه جلاليب بتطبخ. عندي شويه هدوم مخرمه جوه، لو هتجيب مشاهدات انا ممكن احطها دلوقتي في حله وشويه ميه سخنه بتاع، بس اكيد مش هعمل زي ما بيعملوا. يعني انا هجيب لك الحاجه وهي بتطبخ فعلا الحاجه وهي بتطبخ جوه الحله. مش القنوات رقم 4، قنوات المقالب. الموضوع ده قديم جدا انك تطلع تعمل مقلب وتطلع تستخف بدمك على الناس وتقل من واحد وبتاع. قديم جدا. من السنين ايام التسعينات كنت بشوف واحد بيعمل مقالب في الشارع تاكسي ومش عارف بتاع. قديم. اوعى تعمل مقالب تاني في الناس، انسى. يعني المحتوى ده خلاص اصلا، ومحتوى ما بيدخلش فلوس. يعني اعمل محتوى مفيد، بخلاف بقى اللي هو القنوات بقى بتاعت الواد اللي بيحلى ياخد 6000 قفا على قفاه وهو يعمل مش عارف ايه. محتويات بجد بكره محتويات المقالب دي كره العمى. في محتويات مقالب معينه مضحكه وبتحب تتفرج عليها، بس انا بتكلم عن الفئات الثانيه اللي بتهين نفسها وبتهين الناس وفي نفس الوقت مش مضحكه. يعني بكره قنوات المقالب. القنوات رقم 5، يوميات زوزو وزيزي. معرفش في قناه اسمها كده ولا لا، بس انا قصدي ان واحد يعني هو ومراته عاملين يوميات، يعني مش قصدي يعني عشان ممكن يطلع قناه اصلا في اسمها يوميات زوزو وزيزي فبتعمل لي حوار، فانا مش قصدي على زوزو وزيزي، معرفش في قناه ولا لا اسمها كده. المهم انتوا فهمتوا قصدي. انا بكره المحتويات بتاعه الفلوجات او اليوميات بتاعه العائله. يطلع واحد قاعد هو ومراته ولا عليهم ولا ليهم، ويطلعوا بقى شوفوا عملنا ايه النهارده في ولادي، جبنا لهم كيكه ولبسنا لهم في وشهم، ابني زعل والشمع
الشمعة دخلت في عينه. حبيبي حبيبي حبيبي، البيت ليه عورة وليه حرمة، مش كل حاجة انت كده ما فرقتش بين شغلك وبين حياتك الحقيقية وبتاع، وكل شوية تطلع لي مراتك وهي بتطبخ، مراتك وهي وقعت على الأرض، مراتك وهي في حمام السباحة. اوه ماي جاد، حماتي ومراتي كانوا في حمام السباحة وكانوا هيغرقوا، تخيلوا مين أنقذهم؟ الكلب روكي نزل أنقذهم بنفسه. حبيبي اوعى 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 تعمل المحتوى ده من الفيديوهات، احنا ما بنتفرجش على اللي انت بتنزله، احنا بنتفرج على حمام السباحة يا حبيبي، فما تتعبش نفسك يعني. خلاص عرفنا ان انت بتعمل محتوى جامد قوي، ما بلاش المحتويات دي، انا ما بحبش المحتويات دي جدا يعني. بكره المحتوى ده. سادس محتوى معانا او سادس نوع من القنوات دي اضافيه، هو العنوان فيديو 5 قنوات بس، ده السادس ده كادو مني ليكو، وهو المحتوى بتاع، استنى عشان انا مش هقدر اشرح لكم اصلا، مفيش حاجه تتوصف بالموضوع دوت، بس هنفترض دلوقتي ان في واحد هنا مراته جايبه له كوبايه عصير، مش عارف، انا هحاول اعمل لكم ده بي رول يعني، هحاول اعمل لكم ده بي رول. مراته جايبه له هنا ازازه عصير وهو قاعد جنبها بيشرب ازازه عصير، والخدامه تيجي تقوم عامله ازاي بقى؟ فين عايزين؟ اوكي يا احمد، مراتك حطالك سم في العصير، خد بالك. فانتوا فهمتوا قصدي يعني، الفيديوهات المستفزه قوي دي بحاول اعمل لكم بي رول او حاجه، او احاول اجيب لكم لقطات ليها يعني. انا بكره المحتويات دي جدا. واحد مراته بتخونه فيقوم حاطط في البنطلون بتاعها بكره فوري، ويفضل يمشي وراها على السلم وهي نازله على السلم، هي تخش البيت فهو يفضل بقى متابع الورق بقى، يمشي ورا الورق كده، دي بتخن تلاقيه راح راكب على الباب من فوق، على البتاع بتاعت الباب دي، ومدلدل رجليه كده وماسك في البتاع كده. جوزك هنا؟ سبحان الله، انا كنت عايز اشم ريحته. ايه، هنعرف نقعد النهارده نهزر مع بعض ولا هنلعب بلاي ستيشن؟ يا عم هو انت جاي لك عشان تلعب بلاي ستيشن؟ ما تاخد تلعب تحت بلاي ستيشن يا عم انت. ايه القرف ده؟ يعني انت تعب نفسك وعامل بقى مغامره وبتاع، وجوزها يعني قاعد فوق بقى انت مش شايفينه عشان تلعبوا بلاي ستيشن؟ انا عقلي ده يا جدعان. ما وجوزها بقى انتوا بتخونوني، انا لازم بقى اصور الموضوع ده فيديو. صور فيديو يا ابني، انت متلبسين بتصور فيديو ايه؟ يخرب بيت امك. ليه بقى احنا مطلع التليفون كده بقى ومصورهم بقى ونازل بقى مستخبي ورا الباب بعد ما يمشي، ولا مين ده؟ ده محتوى ده يا حبيبي، ده محتوى. انت بتستخفي بقى، قلنا احنا هوب ليه احنا يعني حضرتك؟ امسح الفيديوهات دي يا جدعان. المفروض نعمل كده جروب والله صدقوا فكره لسه جايه في بالي دلوقتي حالا والله. ايه رايكم لو نعمل جروب كبير جدا 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 على انستجرام او فيسبوك او تويتر مثلا او تليجرام، جروب كبير فيه ملايين من الناس، نقفش المحتويات دي من قفاها، نرمي اللينك بتاعها جوه الجروب والناس دي كلها تخش تعمل ابلاغ وتعمل حظر، بوم تلاقي المحتويات دي كلها اتقفلت. واو اقسم بالله فكره موت. اللي عجباه الفكره دي يقول لي تحت في الكومنتات، ضروري نعمل جروب كبير، اوعى تحط اللينك بتاعي يعني، حد قلب عليا في يوم من الايام هيسامحوني، بس بجد ممكن لسه الفكره دي جايه في دماغي حالا. اوبا، جروب يكون فيه مثلا 1,000,000 شخص ولا حاجه، ده كفيل يقفل اي صفحه، واي حد من الناس المتخلفين دول اللي بيبوظوا دماغنا دي وبيبوظوا العقليه البشريه، نجيب اللينك بتاعه ونرميه جوه الجروب يا جدعان، يعملوا ابلاغ وحظر، هوب لا ثاني يوم تلاقي المحتوى اتقفل. والله العظيم ده حاجه فل. والله لو عجبتكم الفكره دي قولوا تحت في الكومنتات ونعمل الموضوع دوت. وما تنساش اللايك والاشتراك، ودول كانوا اسوأ 5 قنوات على اليوتيوب او 5 محتويات على اليوتيوب انا ما بحبهمش واتمنى يتقفل. وبس، اشوفك في فيديو تاني صديقي المشاهد.